السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراكات والكومنتات المحفزة زوينة بحالكم اللي كتشجع القناة وكتخلينا نزيدوا القدام ونحطوا لكم الجديد. كما كتشوفوا معايا اليوم لا فيديو جديد، يعني فيديو جديد، وغادي نقدم لكم فيه واحد شويه من نظام الطيبات، يعني اكل اللي هو صحي 100% وما كيضرش ومفيد للصحه. واولا نبدا بالصلاه والسلام على رسول الله الحبيب وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. كما كتشوفوا هنا غنشارك معكم كيك ديال القمح الكامل وخبيزات حتى هما بالقمح الكامل ومسمن حتى هو صايبته بالقمح الكامل. يعني اليوم مخصص الوصفات القمح الكامل. كما كتعرفوا القمح الكامل مفيد بزاف للصحه، و يعني ما كيضرناش في المصارين الجهاز الهضمي، يعني ماشي بحال الفرص هذا. ولو اننا راه ما نقدروش نستغناو على الفرص، ولكن حنا كنحاولوا ما امكن اننا ناخذوا حاجه من حاجات. ما يمكنش لنا نطبقوا الحاجه كامله، ما يمكنش. دائما كيقول لك خير الامور اوسطها. كنشوفوا اللي غادي تخدمنا واللي غتكون مصلحتنا فيها هي اللي كناخذوها. المهم هاد الطريقه انا كنديرها يعني عاده، ماشي جديده ولا هذا، غير بغيت نشاركها مع المشاركين ديالي اللي مشتركين معايا في القناه للاستفاده لا اكثر. حنا كل وحده كتجيب اجتهاد ديالها، داكشي اللي كتصايب في المطبخ ديالها، وكنتشاركوا مع بعضنا الوصفات، وكنقدموا في نفس الوقت كنقدموا نصائح ووصفات للناس اللي عاد بادين، يعني المبتدئات. وهذا الشيء اللي كاين. المهم هنا خديت قدر ديال القمح الكامل، انا ما زولتش له النخاله، ودرت الخميره ودرت المليحه والماء دافي شويه، وغادي نعجن العجينه هي قدامكم. يعني انا فضلت انني نعجن في القصري بيدي. صافي غادي نعجن وغنجمع هاد العجينه، غادي ندلكها شويه وغنخليها ترتاح. وهانتوما معايا، ونتمنى تعجبكم الطريقه ويعجبكم لا فيديو، يكون خفيف على قلوبكم. وهذا الشيء اللي كاين. صافي هنا كما كتشوفوا العجينه راه خفيفه، يعني ماشي قاصحه، وغادي ندلكها حتى نحس بها راه دلكات. غادي نخليها كترتاح واحد المده، ومن بعد غادي ندوز نشكل الخبيزات ديالي. يعني انا هنا ما استعملتش العجانه، بغيت نوريكم كاع يعني الطريقه من الاول حتى الاخير بالنسبه للخبز ديال القمح. على العموم كيبقى خبز القمح صحي بالنسبه للناس اللي كيضرهم المصاران، وداك القولون العصبي، اولا كما كنقولوا حنا مصران كبير، لان زوين هذا القمح. والناس اللي عندهم حتى هما الكونستيباسيون، يعني كينفعهم شويه، لان كيتعتبر من المواد اللي فيها الالياف، يعني كيبقى مزيان وحسن من الفورس. هادشي اللي كاين. وحتى الخبز ديالو ما شاء الله كيجي مشبع، خاصة إلا كان سخون. بالنسبة للفطور أو للكوتي ولا هذا، مع الزيت البلدية مع الزبدة مع العسل مع اللي كان، زعما كيجي خبيز زوين من داكشي ورطاب. وواخا يبقى ماشي بحال الخبز ديال الفورس، يعني كاين واحد الفرق اللي واضح. هنا راه كنبقى نعطيه رشه ديال الماء مره مره وانا كندلك حتى كترخى لي داك العجينه.
صافي هنا غنغطيها بواحد الغطاء ديال الزيت باش تبقى لي رطبه حتى تطلق شويه، وغادي نغطيها بداك الزيت وبلاستيك، وغندير عليها واحد الغطاء نقي، غنخليها واحد المده يعني ترتاح على ما نصايب داك الخبيزات. نشكل الخبيزات حسب الحجم اللي بغيت. هنا خليته مده حتى ارتاحت العجينه ديالي، وكما كتشوفوا هنا دابا غادي ناخذ القمح. يعني هاد العجينه راه ما حيدتش منها، ما نقصتش منها، وريتكم جميع المراحل اللي خدمت به، يعني داكشي اللي درت كامل. هنا خديت القمح دوزته في هاد سميتها الباسوا الغربال، دوزت باش يطيح لي الدقيق، وغتبقى عندي نخاله رقيقه كما كتشوفوا، هي اللي غنقرص بها الخبيزات ديالي. يعني دقيق بالقمح الكامل في العجينه، وحتى في هذا اللي غنقرص بها النخاله ديالو. صافي كما كتشوفوا العجينه تبارك الله راه ترخات ولات مطلوقه. كناخذ واحد هذا بول صغيور كندير فيه شويه ديال الماء، وكنبدا كندير يدي في الماء وكنهز ديك العجينه باش ما كما كتشوفوا راه مرخيه بزاف، ما تخافوش منها. صافي وكنبدا كنقرص بحال هكا هاد العجينه هادي، واستحسن كنديرو غير خبيزات صغار كيجيو زويونين وكيجي الشكل ديالهم مزيان. صافي وكنبدا كندوز داك الخبيزات ديالي في هذيك النخاله الرقيقه اللي شفتو غربلت وحيدت منها الدقيق. كنقرص وكنحط في اللاطه ديالي اللي غادي ندخلها للفرن. صافي ملي كملت الخبيزات ديالي في اللاطه راه غتشوفوهم بعد ما يطيبوا ان شاء الله. خليتهم كيرتاحوا على ما ندخلهم الفرن، وجيت خديت هنا لو بول درت فيه 3. هنا مشات لي شي بارتي من لا فيديو، ضروري كتكوني كتسجلي شي حاجه كتدخل وشي حاجه بدا كنشع يمكن ديال الشمس باش شفتوش واش خدام. مشى لي داك الطريف اللي قرصت فيه الخبز، وهنا البدايه ديال المقادير وركت على سميتو سجلتها، ولكن حين جيت ما لقيت والو. المهم هنا درت 3 ديال البيضات، ودرت نص كاس ديال زيت البلديه يعني زيت الزيتون. صراحه هنا غير ما لقيتش الزيت نباتيه ودرت هذا التغيير، ولكن كانت النتيجه رائعه. نورمالمون كنديروا نص ديال كاس ديال يعني زيت المائده، انا ما لقيتهاش درت نص كاس ديال زيت الزيتون مع 3 البيضات مع 2 خمارات و2 ديال فانيات لتحسين الذوق. صافي ودرت 2 كيسان ديال عصير الليمون، ودرت 2 كيسان كبارين ديال القمح الكامل بالنخاله، يعني ما حيدش النخاله ديالو. ودرت لو زيست هذاك الليمون اللي عصرت عطاني 2 كيسان عصير الليمون، حيت لهم لو زيست ديالهم. هاد قشره الليمون حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه صراحه، جات رائعه الا قويتو فيها هاد القشره هاد الليمون مع دوك 2 كيسان ديال عصير الليمون مع 2 فانيات، شويه ديال الملحه ونص كاس ديال زيت
المائدة وجوج خمارات. كيجي واحد الكيك هايل، وكيجي هذاك الليمون مع لو زيست ديال الليمون كيجي بحال الا فيه الكوك، كيجي معلك ولذيذ ما تشبعوش منه. المهم هادي انا راه جربتها قبل عاد باش شاركتها معكم. وكتجيب عصير ليمون هاد الكيكه، لان جربتها في سميتو مؤخرا، وما توفرش لي الليمون من وراء عيد الاضحى، كيكون شويه الخضراوي هذا راكم عارفين كيسدوا الحوانت. وشريت هذاك العصير ولا سميتو في الحانوت ودرتو، ما جاتش لذيذه نهائيا نهائيا. يعني السر اللي غنقول لكم هو خصكم عصير ليمون وقشره الليمون، هي اللي كتعطي اللذه والمذاق لهاد الكيكه. وعندكم كامل الاختيار، اللي عندها اللوز وبغات تضيفوا طحنو ولا هذا حتى هو راه كيجي فيه رائع، لان جربتها مره اخرى. يعني كتشدوا اللوز وتسخنوه شويه وتطحنوه وديروه فيها، اولا تهرمشوه شويه صغير وديروه فيها، حتى هو كيعطي نكهه زوينه. صافي كما كتشوفوا كتخدموها مزيان، كتاخذوا المول ديالكم كدهنوه بالزبده والزيت وكتصبوا فيه هذا الخليط. وخاص بالكم ثقيله هكا جات الكيكه زوينه هايله. صافي كنبقى كنقاد هذاك المول ديالي حتى كتقاد لي الخليط في المول كامل. صافي هنا خليت المول ديالي راه دخلته الفران. جيت خديت نفس العجين، يعني راه نقسم لا فيديو باش ما يجيش طويل وممل. نفس عجينه القمح، ما حيت لا نخله ما حتى حاجه، درت لها غير الملحه وشويه ديال هذا شويه ديال الملحه صافي، وعجنت عادي وخليته كيرتاح. ودرت الكويرات ديالي، هنا راه طاعوا الكويرات يعني ارتاحوا. وخديت القصريه وغادي كنبدا كنورق في داك المسمن ديال القمح بشويه. كتعرفوا ما فيهاش الفرص، يعني ماشي نفس العجينه، بشويه بشويه حتى كنقرص هذيك سميتو المسمنات ديالي، كنورقهم كنطويهم على 4 وكنصايب المسمنات. ملي كنصايب العجينه غادي ندير المقله وغادي نطيب المسمنات ديالي في المقله بحال المسمن العادي، غير هذا كيجي رطيطاب وكيجي غزال وما كيضرش في المعده. وهنا اللي بغى يسمن هذا، اللي بغى ينكه يا ربي هذا المسمن هذا ديال القمح الكامل، كناخذوا الزعتر مطحون ومنيل، يعني مدقوق مزيان ومنيل، وكنبداو نرشوا شويه لداخل ديال المسمن. حنا كنقرصوا كنرشوا شويه داك الزعتر، يعني كيعطيه واحد النسمه زوينه. يعني حسب الاختيار، ماشي كاين اللي ما غاديش يبغي هذا الشيء هذا، مهم هنا غير كاضافه. صافي كانت هذه هي النتيجه ديالي. مسمن راه كيجي ديال القمح راه كيجي رطاب ومورق، ويعني وقد كاع الا بات لا غطيه كيصبح من داك الشيء رفيع، ماشي بحال الفورس كيولي بحال لاستيك. هذا هو الفرق اللي كاين في المسمن ديال القمح. وكيجي لذيذ، كيجي مع زبده ولا عسل، مع مهم مع اي حاجه.
وهذه هي نتيجة الكوكا ديال الكيك ديالي. دهنتها بالكونفيتور وزينتها باللوز مقلي. هنا يمكن لكم تسقيوها بالليمون او تدهنوها، يعني لكم كامل الاختيار، كل سيدة واش غادي يعجبها. المهم هادشي اللي توفر ليه هو باش زينتها. المهم انها ما غنشكرهاش لكم، جات لذيذه ومعلكه وفيها داك النكهه ديال الليمون رائعه. هنا مسيمنه ديالي هشاش رطبين بالقمح الكامل، يعني جربوه ما تندموش عليهم. وهنا الخبيز اللي عجنت معاكم. ها هما الخبيزات ديالي كما كيبانوا لكم محمرين وهشاش. راه شاده التليفون بيد ما نقدرش نقطعو ونوريكم، راه كيجي رطاب ما تشبعوش منه وكيصبر لا هو لا مسمن، كيبقى زوين. وشكرا لكم. ما تبخلوش عليا بواحد لايك وكومونتير محفز واشتراك ديالكم في القناة، والى فيديو قادم ان شاء الله.